انا اول مره شفت الفيلم ده قلت لنفسي هو ازاي الفيلم ده طلع للنور، وعندي يقين ان انا في يوم من الايام هصحى مش هلاقي الفيلم ده موجود على اي منصه، هيختفي لكنه منزلش، ملوش وجود، لانه في معلومات وتصريحات كوارث. هما بيسمعونا وبيشوفونا. ده مش كلامي، دي شهادة موظفين على رتبة عالية ويعتبروا مؤسسين لابليكيشنز بنستخدمها يوميا. سمي اي ابليكيشن زي فيسبوك، جوجل، تويتر، اكس، يعني مش مقتنعة بموضوع اكس ده، وبنترست، ومتصفحات زي فايرفوكس. ومن الواضح ولحسن حظنا ان وقتها ما كانش فيه اتفاقيات عدم افصاح. يا جماعة دول مش بس اتكلموا، دول خدوا راحتهم قوي وحكموا اسرار مش طبيعية. وبعد الفيلم ده هتفهم ان كل لون، جملة، ايقونة، حركة وراها فريق كبير جدا من علماء النفس دارسينك قوي وعارفين انت بتعمل ايه كويس قوي وبيصطادوك كويس قوي قوي قوي. ودي اقل نقطة اتقالت في الفيلم. برشح لك بقوة قوي الفيلم الوثائقي ده سوشيال ديليما، والحقوه قبل ما يصحوا من النوم ويقرروا يشيلوه وما يبقاش ليه اثر. بس حقيقي